عشان ما ابعدش عن النقطة اللي أنا كنت بكمل فيها، وهي المدير الفني ولجنة الكورة. هل لجنة الكورة ممكن تصطدم بالشكل اللي أنت شايفه ده كلهم 7 مدربين؟ ايوه ما شاء الله، تصطدم بالمدير الفني الجديد في وقت وكل واحد له لا بص، الناس دي مش هتتصطدم. هو اللي ممكن يصطدم ميدو. ما خلي بال حضرتك، اسماعيل موجود قبل كده وكان موجود في الجهاز، وكل الاحترام والتقدير له. خالد الغندور نفس الكلام. مين تاني؟ جمال عبد الحميد نفس الكلام. كابتن حماد عبد اللطيف هو اللي ممكن يبقى له رأي، هو ميدو. انا بكلمك بجد لان انا اعرف، بس يمكن حماده كمان اكتر من ميدو، لان شخصيته قويه وفاهم وعارف وعايز دايما ان هو لما يتكلم بيتكلم في الصح، فما بيحبش اللف والدوران. انما يعني هما الاثنين دول، بس تحديدا كمان حماده عبد اللطيف. واخد بالك، انا كان امنيه حياتي طبعا كل التقدير للكباتن الكبار دول، بس كان سابوا اللجنه من ميدو وحماده عبد اللطيف. بس دي رقم واحد. رقم 2، هتقابلك مشكله اصعب من ال7 دول. ايه هي؟ اللعيبه اللي هي واقعه، اللي انت جبتهم وشاربهم، لان دول اللي هيكملوا الموسم. مدير فني بقى. ده انت لو جبت جوارديولا مع اللعيبه دي وسقاهم بالمعلقه كوره، اقسم بالله ما منهم فايده. اللي هم الصفقات اللي جت. طب هيمشيهم يعني، كانت في نص هيعملوا ايه؟ خلاص موجودين. ما انا بقول لك، ما انت هنا بص، انت هنا كنت لازم تكمل بمدرب مصري الفتره دي. ويجي المدرب يتعاقد معاه يتفرج، واخد بالك، ويدي ملاحظاته ويقول لك انا عايز ده ومشي ده، انا عايز ده ومشي ده، انا عايز ده، عشان لما يجي من اول الموسم اللي جاي نحاسبه. هو انت النادي الاهلي لما جاب سواريز كان بيقول ايه؟ مشروع. حصل. جمهور الاهلي ما صبرش عليه ليه؟ لان النتائج سائل. النتائج والاداء. برغم ان انت جايبه المشروع للسنه الجايه واللي بعديها واللي مش ده المشروع. مظبوط. واخد بالك؟ فبمجرد خسر ماتشين ولا تعادل ماتشين وخسر كاس مصر وخسر الدوري، ايه اللي حصل؟ يمشي بلا مشروع بلا نيله بلا، احنا مش شايفين منه اي كرامات. حصل ومشي ولا ما مشيش. فانت برضو